شاب دنماركي يقوم بحرق القرآن الكريم قدام الناس في الشارع وبحماية الشرطة. وماشي غير هذا الشيء صرا، بس كاين صوالح واحد اخرين صراو اللي ما بينهمش الاعلام والصحافة، اللي قام بإساءة صورة النبي صلى الله عليه وسلم مستغفر الله يا رب. وحتى واحد من الاعلام ما هضر على هذا الموضوع، وبالعكس درقوا على هذا الموضوع. وغادي نحكي لكم على القصة اللي دارها هذا الشخص اليوم، وماشي لأول مرة يدير عفسة كيما هذه. راسموس بالودا، ومعروف باللي هو متطرف سياسي وزعيم على حزب اللي أسسه في سنة 2019، والحزب هذا يمنيا متشددا في الدنمارك، واللي سموه باسم هارد لاين ولا الخط المتشدد. ويقول الحزب في أدبياته الحزبية إن الإسلام أيديولوجية سياسية توسعية ولا مكان له في الدنمارك، ويعبر عن ذلك إعلاميا بحرق القرآن أحيانا في مدن متعددة في الدنمارك، والهدف تاعه باش يقضي على الإسلام في الدنمارك وباش يحافظ على المجتمع تاعهم العرقي. وهذه الخطرة في السويد، وأقدم بالودان بحرق نسخة من المصحف في مظاهرة أمام السفارة التركية. وهذا الشيء كاع جاء في تصريح اللي حصل عليه من طرف الشرطة السويدية، وما سماه بمحاولة الرئيس التركي أردوغان للتأثير على حرية التعبير في السويد. القدر والعنصريه عندكم وين وصلت بيه، وزيد الشرطه كانت دايره عليه من كاع الانحاء، وكانوا كاع حامينه وداري عليه دي بارير، والناس تما كاع كانوا واقفين ورابدين تليفوناتهم ويصوروا في المشهد، والمصحف قاعد ينحرق قدامهم. وهذا الشخص المتطرف كان حرق القران في اول مره في سنه 2020، وفي هذاك الوقت طالب باش يرحل كاع المسلمين من الدنمارك. ومن مورا 3 سنين وبالذات في 23 جونفي 2023 بان وحرق القران مره اخرى في دوله السويد. والسويد تما ناضت وخرجت بواحد الهضره وقالت باللي احنا ما عندنا حتى علاقه، وهذا الشيء يعتبر حريه تعبير، وقالوا باللي القانون اصلا ما يقدش يمنعه. ومع العلم كان باين باللي الشرطه هي تاني معاوناته وقاعده حامياته تما. يعني شوفوا معايا التناقض والعنصريه تاعهم وين وصلت. في لاكوب دي موند 2022 في قطر كانت مانعه العالم تاع المثليين باش يدخلوا به للملعب، ومن موراها نادوا الغرب والصحافه والاعلام وبداو يقولوا باللي احنا ما عندناش حريه تعبير، وهذا الشيء بدات انكومبارابل ما يدخلش كاع العقل اللي داره السيد السويدي وحرق المصحف الشريف. القرآن الكريم يعتبر عندهم بحرية تعبيرية كفاية. وشوفوا معايا الوقاحة تاعهم وين وصلت. لا نوت انت وحرقت العالم تاع المثليين بتعتبر جريمة عندهم، ولا هما ناضوا وحرقوا كتاب الشريف تنعد حرية تعبير. اعلام كي شاف الفيديو السيد كي حرق القرآن وانتشر هذاك الفيديو غطى حاجة واحدة اخرى اللي هي راسموس بالودا تما كان رافد تصويرة وداير عليها صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله يا رب، وقام تما بسب النبي وسب عائشة رضي الله عنها. والاعلام درق هاد الحاجه وما بينهاش، والصحافي اللي درق هاد الخبر اللي سموه تشانغ فرين، وقال تما مادام الخبر تاع حرق المصحف انتشر خلينا ندرقوا على هاد الخبر بالذات. وهذيك الصوره اللي بانت في السوشيال ميديا قام احد من الناس بتصويرها وبارطاجها في تويتر، وهي تاني تما دارت ضجه كبيره وبانت لكاع الناس. والسبب اللي خلى هذا الشخص المتطرف ينوض ويحرق القران اللي هو تركيا رافضه نهائيا باش السويد تدخل الحلف الناطو، وهو باش يعاقب تركيا على هذا الشيء اللي دارته وما خلات السويد تدخل الحلف الناطو، دار هذا الشيء وحرق المصحف الشريف وبالذات قدام السفاره التركيه. والشعب التركي تما بالذات ما سكتش على هذا الموضوع، والناس كاع اللي عايشين في تركيا كاع خرجوا من ديارهم وداروا مظاهرات كبيره. ورفعوا رايات في السماء اللي كاتبين فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، وشادين كتاب القران الكريم ومطلعينه في السماء. ديك المظاهره تماك عمروها بالايات القرانيه. وما سكتوش تاني وراحوا عند السفارة السويدية وقاموا تما بحرق علم السويد، وهجموا على السفارة وبغاو يهرسوها كاع كيما دارت.
وتم ناض وزير الشؤون الدينية لتركيا وقال سنرفع دعاوي أمام المحاكم في 120 دولة ضد الاعتداءات على الإسلام ورموزه. والخارجية الألمانية بالذات ثاني هضرت وقال كان تصرفا واقع وغير لائق للغاية، وقاع الدول العربية ضامنوا مع تركيا، وأمريكا اعتبرت الحادثة عملا مهينا لكنها أكد دعمها. Just as the Swedish Prime Minister said, burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act, and he made the point that what is legal is not necessarily appropriate. وخرج تم رئيس الوزراء السويدي وقال حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما. حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين هو عمل مشين للغاية، وأهرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث. وهنا اللي بينونا قاعد تراكا ما سكتوش على الموضوع، وبانوا بحملات ومظاهرات وداروا ضجة كبيرة بزاف، وبينوا باللي هما فعلا راهم غاضبين بزاف على الموضوع. وبان واحد الهاشتاغ على تويتر اللي داروا على هذا المهزله اللي صرات وسمى غضبة مليارية على حرق المصحف، ودروق هذا الهاشتاغ بالذات راه اقوى هاشتاغات اللي كاينين في العالم. وداروا هاشتاغ واحد اخر اللي سماوه حرقوا القرآن قاطعوه، باش يقاطعوا كاع المنتجات تاعهم وما يزيدوش منهم والو، على خاطر شادوا اكبر السلاسل للشركات تاعهم، وكان يقاطعوهم غير شهر غادي يطيحوا ديران باش يعلموهم باللي الاسلام خط احمر. ايبا هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم بزاف، ان شاء الله تكونوا ديتوا عبره، باسكو الاسلام فريمون هو الصح في حياتنا حنايا، الحمد لله اللي جينا مسلمين. ما تنسوش تبارطاجوا ليستوار كاع مع صحابكم باش يعرفوا ليستوار من الارض زاد كاع كيفاه صرات. وهذه هي ما علي نقول لكم كيما مداري، هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بيس.